عملية عسكرية ستنفذها تشكيلات الفرقة المدرعة التاسعة لتطهير سلسلة جبال مكحول في محافظة صلاح الدين من أجل تعزيز الأمن وملاحقة خلايا داعش الإرهابي. فلنتابع. اليوم على بركة الله وبالساعة 600 انطلقت عملية واسعة ضمن قاطع عملية صلاح الدين باشتراك قطاعات كبيرة من الفرقة المدرعة التاسعة والشرطة الاتحادية والقوات الخاصة والحشد الشعبي لتطهير جبال مكحول. العملية تهدف إلى القضاء على عناصر داعش ضمن هذه المنطقة. للفرقة التاسعة محور مهم ضمن هذه المنطقة متمثل باللواء 37 انطلق من منطقة الزوية باتجاه منطقة النمل. هذه المنطقة عبارة عن سلاسل جبلية وعرة. قطعتنا حاليا ضمن هذه المنطقة وتقوم بعملية تفتيش. تم العثور على بعض الأنفاق والمضافات ضمن هذه المنطقة حاليا وتفجير بعض العبوات. العملية مستمرة إلى حين تنفيذ واجبها بالكامل إن شاء الله والقضاء على عناصر داعش ضمن هذه المنطقة، ومن ثم يتم عملية مسك هذه المنطقة من قبل قيادة عمليات صلاح الدين. شرع لواء المشاة الآلي 37 بتنفيذ واجب تطهير سلسلة جبال خانوقة، ولسعة القاطع تم تقسيم القاطع إلى جهتين، جهة اليمين واليسار. جهة كانت بمسؤوليتي مآمر اللواء، والجهة الثانية بمسؤولية مقدم اللواء. تم تقدم وتطهير المنطقة، وتم العثور على بعض المضافات لداعش الإرهابي وكذلك على بعض العبوات الناسفة، وتم تطهيرها من قبل الجهد الهندسي للفرقة المدرعة التاسعة. طبيعة الأرض بصراحة وعرة، عبارة عن تلول وعالية، ولكن اللياقة العالية اللي يتمتعون بها مراتب الفرقة المدرعة التاسعة نتيجة التدريب الحمد لله والشكر استطعنا أن ننفذ الصفحة الأولى، ولا زلنا مستمرين بتنفيذ الواجب. باشرت وحدات تشكيلات الفرقة المدرعة التاسعة وبالذات لواء المشاة الآلي 37 الفرقة المدرعة التاسعة بتطهير وتفتيش سلسلة جبال مكحول، ومن ضمنها آمرية هالف كاف الفرقة ومعامل ميدان في الإخلاء والإنقاذ للمعدات لتنفيذ الواجب المكلف به. الضربات الاستباقية التي تنفذها قواتنا المسلحة في هذه الأماكن الوعرة تأتي لمباغتة الإرهاب ومنعه من شن هجمات معادية وإفشال مخططاته الخبيثة. من جبال مكحول، محمد شويلي، إعلام وزارة الدفاع.